بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، الله يسعدكم ويكرمكم ويرضي خواطركم يا رب، اللهم امين. طبعا النهارده يوم كان صعب جدا، الحمد لله رب العالمين. يعني احنا طالعين من الصبح انا وابو عمار بنجري كده على شويه ورق، والحمد لله ربنا يسر لنا الامور وخلصنا. واحنا راجعين بقى لقيت دقيق المروه في محل من المحلات اللي احنا عدينا عليهم، فهم شكرتني اللي لقيتهم. انا عندي كميه كان ابو عمار جايبها لي من العاشر، يعني من حوالي 10 ايام. هو كان في العاشر وكان موصي حد هناك عليهم وجابهم. ولما لقيت الشكرتين دول برضو جبتهم. اللهم صل على سيدنا النبي. انتوا عارفين ان انا عندي دقيق المروه ده الدقيق المعتمد بالنسبه لي في شغل الفطير والقرص والعيش والحاجات دي كلها. فاللهم صل على سيدنا النبي. كل مكان بيبيع سعر مختلف، يعني ابو عمار كان جايبه ب 800، احنا جبناه ب 750، في ناس بتبيعه ب 900. يعني كل تاجر وربنا يهديه ويصلح حاله يعني. طبعا في اليوم ده احنا جبنا اكل من بره. كنت بقول لكم الفيديو اللي فات ان انا هعمل محشي، لكن الوقت مش سعفني خالص. وعايزه اقول لكم ان الدنيا لهيب، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. الله المستعان. وكمان مع قطع النور، يعني اغلبيه المصالح الحكوميه بتركن حوالي ساعه او ساعتين وقت قطع النور، فده برضو يعني اللهم احفظنا. المهم ان احنا جبنا اكل واحنا جايين واتغدينا الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل العظيم. فقلنا بقى يعني قلت الساعة 3 كده ولا الساعة 4 اعمل حاجة حلوة كده ترطب على قلوبنا، لان احنا محتاجين حاجة حلوة. محتاجين حاجة حلوة يا جماعة الخير في الجو اللي احنا فيه. هنشوف هنعمل ايه. هنصلي على الحبيب المصطفى. حطيت في الخلاط 4 بيضات وظرفين فانيليا وكوباية سكر وكوباية الا ربع زيت ومعلقة سمنة بلدي. تمام اهو. وخلي بالكو، خلي الكوبايه اللي بتعايروا بيها موحده لكل المقادير. في العجينه بقى لو احتجتي، هي محتاجه سوائل، لو بصيتي كده على العجينه لقيتها محتاجه سوائل ضيفي سوائل، لو لقيتها محتاجه دقيق ضيفي دقيق، على قد احتياج العجينه قدام عينك وتحت ايدك. تمام. هنحط كمان كوبايه لبن، يبقى حطينا 4 بيضات، ظرفين فانيليا، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، معلقه سمنه بلدي، كوبايه لبن، وكمان معلقتين خل. وهنضرب بقى الخليط ده شويه حلوين محترمين لحد ما تحسي بقى ان الخليط بتاعك كده بقى ناعم زي الحرير. هندخل هنا 3 كوبايات دقيق بنفس الكوبايه اللي احنا عايرنا بيها المقادير كلها. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى اهو، ما شاء الله تبارك الرحمن. وظرف بيكنج باودر، ظرف واحد، اللهم صل على سيدنا النبي، ورشة ملح. ادي المكونات الجافة والمكونات السائلة في الخلاط، وما زال الضرب مستمر. انا عايزه اقول لكم ان انا مش قادره اسجل الفيديو من كتر الحر والهبوط وضغط وقت النهارده، وكانت حالتي حاله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد. هنعمل بقى الكيكه بتاعتنا في القالب الكبير، في ال3 قوالب اللي ورا بعض. انا جبتهم لكم اهم عشان خاطر تشوفوهم، عشان الناس اللي بتسالني الصينيه رقم كام والصينيه الكام في الطقم. اهو ال3 صواني قدامكم دول في كل بيت مصري. دي اكبر صينيه في ال3 صواني. دهناها كده رشه زيت وهنبطنها كمان بدقيق. انت هتعملي كيكه يا حاجه موحه؟ كيكه بس متدلعه شويه، يعني احنا ندلع على نفسنا يا جماعه الخير في الحر اللي احنا فيه. فاحنا هنعمل كيكه عاديه بس هندلعها بقى. اهو. وعشان ايدي واخده على المقادير فانا عارفه الدقيق بيكون السوائل بتاعته قد ايه. اهو بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت هنا وانت بتخلطي حسيتي ان العجينه سايله شويه معاكي، حطي معلقتين دقيق. حسيتي ان العجينه تقيله شويه معاكي، خفيها بشويه لبن عادي جدا. كل حاجه تحت ايدك.
المهم ان احنا نوصل للقوام المظبوط اللي انتوا هتشوفوه، عشان لا تطلع كيكه مكتومه ولا تطلع هشه زياده عن اللزوم تيجي تمسكيها تلاقيها متفتفته معاكي زي البسكوت. لا، عايزين كيكه حلوه كده تكون ايه في القلب. وهنا انا حطيتها في صينيه واسعه شويه عن المقدار، لان انا مش عايزه ارتفاع الكيكه يكون عالي زياده عن اللزوم. انت عايزاها تكون عاليه، حطيها في صينيه اصغر من دي هتديك ارتفاع اعلى. هنمسح الخلاط بتاعنا قبل ما نشيله، وكان متلحوس كده شويه. اللهم صل على سيدنا النبي. الفوطه دي يعني عليها شويه خل، ما شاء الله تبارك الرحمن. هبدأ اشيله مكانه بقى ونشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل ايه تاني؟ انا زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات عندي كمية مانجا محترمة، اللي كانت جاية من السوق واللي كانت جايه لي برضو وزعت منها على الحبايب، واللي فاضل برضو كمية حلوة. فانا عايزة بقى ايه يعني ادلع العيال يعني مش عايزاهم ياكلوها كده، عايزه ادخلها لهم بقى في ايس كريم، ادخلها لهم في كيكات، ادخلهم في اي حاجه من حاجات الصيف الحلوه. موسم الشتاء، موسم المانجا بقى، وعايزين نستغله يعني. دول كام حبايه كده كانوا طراي شويه، فالطراي دول انا هضربهم في العلبه زي ما هم. عايزه عصير من غير ميه ومن غير لبن ومن غير اي حاجه، اللي هو الايه، بيور او بيوريه واخدين بالكم انتوا؟ مش هنضيف له اي حاجه، هنضرب بس المانجا من غير حتى سكر ومن غير لبن ومن غير ميه. تمام. ودي الحتت الناشفه اللي كانت في المانجا، هقطعها صوابع كده او مكعبات. وكان عندي كام واحده برضو ناشفين حلوين، قلت اما اطلعهم اخد منهم برضو كام شريحه كده اقطعها احطها على وش الكيكه، لان اللي هيتحط على وش الكيكه لازم تكون يعني ماسكه نفسها شويه غير التانية بتاعه العصير. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. انا اكتفيت بالاتنين دول على فكره، على الحبه اللي انا عملتهم، والاتنين دول التلاته دول رجعتهم تاني للتلاجة. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا بذر المانجا ده لازم يتسرح تسريح محترم، ومن عندي بقى بيقوم بالمهمه دي عبودة المسكر بيحب يسرح للمانجا اهو. مشينا شرايح كده حلوه، هنقطع بقى مكعبات. والمانجا اللي هنقطعها هنحطها في طبق زي ما انتوا شايفين، وهنحطها على طول في التلاجة على طول. تمام اهو. هنمسك بقى شرايح المانجا الطريه، هنضربها ضربه محترمه كده بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين، او في الخلاط او زي ما انتوا عايزين. المضرب الكهربائي بتاعي مش عارفه انا عيناه فين في وسط الكراكيب، اكيد انا ايدي حطاه في حته بس انا ناسيه حطاه فين، فكنت المفروض احتاجه النهارده، بس يعني ايه الدنيا مشيت الحمد لله. متاخذونيش بقى لان انا بصراحه مش قادره اتكلم. حطيت هنا بعد ما ضربت المانجا حلو، حطيت كوبايتين من الكريم الشانتيه السايب. تمام اهو. بس حطيت كوبايه الاول ورجعت حطيت كوبايه تاني، ودي كوبايه لبن متلجه تلج اهو. ده كده ايس كريم. كوبايه الكريم شانتيه عليها كوبايه لبن متلجه او ميه متلجه، وبتضربيهم كويس وبتسيبيهم قيمه 5 ساعات في التلاجة، وبتطلعيهم بقى تاكليهم ايس كريم فل الفل وصحي وحاجه كده في القلب. تمام. هنا انا كنت محتاجه المضرب وبدلته بالعجان، لان الهاند بلندر مش هيقوم بالمهمه اللي انا عايزاها. فطلعنا العجان والحمد لله لقينا الكفوف بتاعه العجان، لان برضو كانت تايهه مني. فهنخلط بقى عصير المانجا البيور ده مع كوبايتين الكريم شانتيه. اللهم صل على سيدنا النبي. هنضربهم ضربه حلوه كده، مش هنحط لا عسل ولا هنحط سكر، لان الكريم شانتيه فيه السكر بتاعه اهو.
شايفين النعوميه لحد ما توصلي للقوام الناعم اللي تحس ان مش فيه تكتلات ولا اي حاجه. وبتحطيه في علبه التلاجة ده. عايزه تاكليه ايس كريم كليه بألف هنا وشفا، بس بعد مرور 5 أو 6 ساعات في الفريزر مش في التلاجة. تمام. وبعد كده بتطلعيه تحطيه في بولات، تحط عليه صوص شوكولاته، صوص كراميل، بألف هنا وشفا. انا حطيته في الفريزر. هطلعه دلوقتي عشان انا محتاجاه سايل شويه. ليه سايل شويه؟ هتشوفوه. دي الكيكه بتاعتنا بعد مرور 40 دقيقه بالظبط. ما شاء الله تبارك الرحمن. وكانت ريحتها قلب البيت. هنعمل فيها فتحات. طبعا هنا الاضاءه مغمقه شويه مش عارفه ليه، بس ما علينا. هقلبها لكم عشان تشوفوا السمك بتاع الكيكه اللي انا عايزاه. مش عايزاها مرتفعه للدرجه اللي هي يعني، لا عايزاها حلوه كده يعني ايه مناسبه. هقلبها لكم. التسويه بتاعتها ممتازه ما شاء الله. شايفين؟ طبعا بشيل اي زوايد مكان التبطينه بتاعت الصينيه. عايزه تحط الاضافات بتاعتك على الوش ده اهو براحتك، عايزه ترجعيها تاني زي ما انا هعمل برضو براحتك. انا رجعتها هنا اهو. بقول لكم هو ده القوام السمك بتاع الكيكه اللي انا عايزاه. عندي لبن متلج. في ناس بتقول عليها المدلعه، في ناس بتقول عليها القشطوطه. احنا يا جماعه الخير هنقول عليها كيكه مدلعينها شويه. يعني بصوا، كوبايه حليب ساقعه تلج. طبعا بعد ما الكيكه بتاعتنا هديت شويه. شايفين الايس كريم اللي احنا عملناه لسه ما تلجش. انا عايزاه كده سايل بالقوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهحط الباقي في الفريزر عادي يتاكل ايس كريم. بس انا هنا بقى عن الجمال بتحدث. انا عايزاكم تجربوا الكيكه دي. ممكن تعملي كريمه بيضه عاديه وتحطيها وتحطي عليها شرايح المانجا. ودي المعتاده اللي احنا كلنا عارفينها، وكلنا بنقول عليها القشطوطه، وكلنا يعني الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك كلهم مقلوبين عليها. لكن جربي دي والله العظيم تحفه التحفه وطعمها حلو جدا. وغير ان انا قطعتها وكلنا منها على طول. لكن عايزه تكسبيها كمان لو عندك مناسبه، حماتك جايالك، اخوات جوزك، اهلك، امك، اختك، حاجه تشرف والله العظيم. وبتطلع معاكي كميه حلوه جدا 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 فوق ما تتخيلي. وهتاكلي حاجه كده كانك جايباها فعلا بلبن، عشان انا جربته فعارفه طعم الحاجه بتاعته. فما شاء الله تبارك الرحمن نفس الطعم والله العظيم نفس الطعم. انت عايزه تكسبيها سيبيها في التلاجة قيمه ساعه تسقع تاكليها بارده. لكن انا هنا استعجلت عليها عشان عيالي كانوا عايزين ياكلوا منها. الكيكه هشه هشاشان، شاربه لبن حليب متلج. اللهم صل على سيدنا النبي. الكيكه خفيفه خفه ما اقولكوش عليها. الكيكه قدامكم بتتكلم عن نفسها. يعني انا مش عايزه شرح كتير ومش عايزه لكلكه في الفاضي. بصوا وشوفوا وجربوا. رغم ان هي ما قعدتش في التلاجة الا ان الصوص اللي احنا حطيناه متماسك عليها، والكيكة شربت منه اصلا. الله الله عليك يا فنان. شوفوا وانا بنزل بالشوكة كده، الله على شكل اللبن وهو بينز من الكيكة. ما هي شربت بقى وشبعت من الحليب. الله الله عليك يا حاجة حنان يا فنانة. شوفوا الجمال. عيالي مش كانوا مستنيين، فقلت اما ياكلوا بألف هنا وشفا والباقي يتحط في التلاجة تسقع وانزل لحماتي منها. واللهم صل على سيدنا النبي. ما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا وشفا. الله والله ريقي جري. لا ده انا هقوم اجيب لي حته. ده لو كان لسه فاضل منها حاجه يعني. عسل وحتت المانجا بقى والايس كريم يا جماعه. والايس كريم معلم صب ربنا يعينك يصلح حالك. بصوا حبايبي، هنا كان يوم تاني خالص. يعني المقطع ده انا هضفته لكم على المقطع بتاع الكيكه عشان خاطر اجمع لكم الفيديو، وعشان الناس اللي بتسالني على بيت مروه وصل لحد فين. فقلت اما انزل لكم المقطع اللي معايا في المقطع ده. لكن في تعديلات حصلت في الدهان البيبان. هي طبعا اختارت اللون اللي انتوا شايفينه. هو طالع لكم في الفيديو تحسوا ان هو اصفر شويه، لكن هو مش اصفر.
هو لون هو حلو وهادي ومناسب، وعلى حسب اختيارها وذوقها، وزي ما قلت لكم هي اللي هتقعد في المكان، فانا سبتها هي اللي تختار اللون المناسب للمكان اللي هي هتعيش فيه. فانا ما حبيتش ان انا اختار معاها اللون عشان ما افرضش عليها لون ممكن هي تكون متضايقه منه متضرره منه، فحبيتها هي اللي تختار اللون اللي هيكون في بيتها. صليتوا بينا على الحبيب. وانا شايفاه حلو بصراحه. هو ظاهر لكم في الفيديو فاتح شويه مدي على صفار، لكن هو مش اصفر، هو مش اصفر، لكن في بعض التعديلات في دهان البيبان، وفي كمان اوضه النوم محتاجه ان هي تاخد وش تاني، ومحتاجه ان هي اللون بتاعها يتعدل شويه عشان كانت الرطوبه اللي كانت في الحيطه اللي اغلبيتكم كان شايفها. لكن اللون حلو جدا، انا اللي شايفه اللون على الطبيعه وشايفاه مناسب كمان. لو في اي حاجه في على الطبيعه كده وعلى عيني على شوفه عيني كنت اكيد هقول لها او هقنعها باي لون تاني او باي درجه تانية، لكن هي اختارت اللون وبصراحه حلو. حتى لما رجعت لواحده حبيبتي بقدم لها كل التحيه والاحترام، ربنا يبارك في صحتها وعافيتها يا رب، قالت لي اللون حلو مادام هي اللي اختارته خلاص. ما شاء الله. طبعا اوضه النوم محتاجه تعديل شويه، ومحتاجه اللون ينضغط زياده عن اللزوم عن باقي البيت كله، لان اوضه النوم كان فيها رطوبه في الحيطه اللي يمت مش كانت رطوبه يا حبايبي، مروه كان الخزان بتاعها بيكب ميه. هي طبعا مش عندها موتور ومش عندها ميه ومش عندها مش كان عندها كل الحاجات دي، لكن كانت الميه بتطلع لروحها، هي ما كانتش بتاخد بالها ان الميه طالعه لحالها من غير موتور ومن غير اي حاجه، فكانت بتغرق لها الدنيا ميه هي وجيرانها. فطبعا موضوع الميه هيتعدل ان شاء الله زي ما سبق وقلت لكم. فده كان سبب انه عامل بقع كده في الحيطه، بس هي مش رطوبه، هي مش رطوبه. اللهم صل على سيدنا النبي. بصوا حبايبي شكل البيت وانا طالعه، اللون حلو والله ومناسب براحتها، ده بيتها وهي اللي هتعيش فيه، فمحدش بقى يعني ايه يقول لا، او ده بيتها يا جماعه وهي حره فيه. وربنا يا رب يتمم لها على خير ان شاء الله. بعد التعديلات برضو هوريها لكم ان شاء الله. الوان البيبان هي اللي هتتغير، تبقى لون بني عادي زي بيبان البيت عندي. اللهم صل على سيدنا النبي. زي ما انتم شايفين حبايبي، ولسه ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون الفرش خلص باذن واحد احد، وربنا يتمم لها على خير ويفرح كل من كان بيطلب من رب العالمين الفرحه، والكل صابر جزات صبره الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا النبي. انا حبيت ان انا اكمل الفيديو بتاع النهارده بالمقطع عشان حبايبي اللي بيسالوا على بيت مروه. اسيبكم في رعايه الله، ما نشوف الضغط بتاعنا هيتظبط كده، لان الحر مبهدلنا بهدله ما اقولكوش. الله المستعان. دعواتكم لنا بصلاح الحال وتيسير الامور، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يكمل الاجراءات اللي احنا ماشيين فيها على خير. بحبكم في الله، والسلام عليكم.